اليوم أنا هنا لأتحدث عن موضوع شائع جدا ولكنه مثير للاهتمام ومهم جدا، وهو الاعتلال العصبي السكري. السكري إلى جانب ارتفاع ضغط الدم هو مرض غير معدي شائع جدا يؤثر على عدد كبير من السكان في جميع أنحاء العالم. كيف يؤثر السكري على الأعصاب؟ هو سؤال قد يكون لدى الكثير منكم. أكثر الأعراض شيوعا سيكون الاعتلال العصبي. ما هو الاعتلال العصبي؟ تبدأ الأعصاب من الدماغ وتنزل إلى الحبل الشوكي وتدخل في أعصاب اليدين والساقين، وتسمى هذه الأعصاب بالأعصاب الطرفية. إنها رقيقة جدا، إنها مثل شبكة العنكبوت، وهذه الأعصاب هي أول ما يتأثر إذا كان لدى شخص ما السكري. إذن كيف اكتشف ذلك؟ عرض بسيط سيكون كما نسميه وخز الإبر أو متلازمة القدم المحترقة، حيث يشعر المريض بأن شيئا ما يزحف على باطن القدمين أو في اليدين، أو يشعر بوخز الإبر، أو يشعر فقط بأنها دافئة جدا وتحترق. هذه هي العلامات المبكرة للاعتلال العصبي الطرفي. سيكون الكثير منكم متفاجئا لمعرفة أن الاعتلال العصبي الطرفي الناتج عن السكري يمكن أن يسبق ظهور السكري ب2 إلى 3 سنوات. لذلك يصبح هذا علامة تحذيرية، وقد يخبرنا بأننا معرضون لتطوير مرض السكري في المستقبل. ما هي الأعراض المتقدمة؟ في الحالات الشديدة قد يفقدون كتلة العضلات. نرى العديد من الأشخاص يأتون إلينا ويخبروننا بأنهم فقدوا حجم أيديهم وأرجلهم، يشعرون بأن العضلات قد كما تعلم اختفت. لذلك هذه مرحلة نسميها الحفل العضلي السكري أو ضمور العضلات. بعد ذلك قد يعانون من آلام شديدة ووخز، وقد يتعرضون للسقوط بسبب عدم توازن أثناء المشي، ثم يدركون أنهم يتعثرون ويسقطون بسبب الضعف في الساقين. في الحالات الشديدة جدا بعد إصابة في الساق يدرك المريض فجأة أن الساق تنزف، لكنها بلا ألم تماما. قد تكون الجرح كبيرا بما يكفي، لكنهم لا يشعرون بأي ألم، وبالتالي لا يستطيعون إدراك أنهم تعرضوا لإصابة في الساق. هذا هو اعتلال الأعصاب السكري الشديد. كطبيب أعصاب يسأل الكثيرون بصرف النظر عن اعتلال الأعصاب المحيطية، هل يمكن أن يؤثر السكري على الدماغ أو الحبل الشوكي بأي شكل؟ الإجابة هي نعم. السكري إذا لم يتم التحكم فيه يمكن أن يجعل الشخص عرضة للسكتات الدماغية، تماما كما يمكن أن يؤدي السكري غير المسيطر عليه إلى نوبة قلبية أو احتشاء عضلة القلب. إذا لم يتم التحكم في السكري فقد يكون لديهم قابلية لتطوير الخرف في وقت أبكر بكثير مما ينبغي، وذلك من خلال تطوير جلطات متعددة في الدماغ وانكماش الدماغ نتيجة للسكري، وهو ما نسميه ضمور القشرة الدماغية. قد يكون لديهم ميل شديد لتطوير مشاكل في المثانة أو مشاكل بولية. قد يصابون بالإمساك. قد لا يتمكنون من إفراغ أمعائهم بشكل متكرر أو منتظم. كيف يمكن الوقاية من الاعتلال العصبي السكري؟ بسيط جدا. عالج السكري في أقرب وقت ممكن. تأكد من اتباع نظام غذائي جيد، وهذا هو العلاج الأساسي للاعتلال العصبي. لا يوجد علاج محدد للاعتلال العصبي. علينا معالجة سبب الاعتلال العصبي، والذي يكون في الغالب عن طريق التحكم في السكري. لذا أصدقائي الأعزاء، من المهم جدا أن نكون يقظين ونبحث عن أي علامات مبكرة للسكري، خاصة في الجهاز العصبي.